معاكي 3 دقايق. قدمي في دقيقتين وقولي في دقيقه. ماشي. بس القصيده انا كنت عايزه اقول ان هي القصيده دي اتكتبت يمنع الصوت علشان وما تستعجلش زي ما الاستاذه يومنا لازم توصلنا القصيده من غير تقديم، ما وصلتناش من غير تقديم مش قادره. اتفضلي. انا بس كنت عايزه اقول ان مصر كنت بكلمها في القصيده دي وهي في غيبوبه، وبقول لها الكلام اللي انا هقوله الوقت ده. القصيده اسمها هانت يا مصر. هانت يا مصر، وبكره يهور قليل الاصل، ويروح الذل والقهر، ويبقى عندك نهر من غير جفاف ولا قحط. بس عندي ليكي شرط، قومي ودوسي على ضعفك، روحي وطلي على اهلك، شوفي الثوره اللي طلعت عندك ورجعتلك من تاني هبتك. قومي وطمني عليكي عيالك اللي وقفوا في ميدانك وماتوا علشانك. بس اوعي تاخدي ديلك في اسنانك وتشدي ترحالك وتروحي وتسيبيني من تاني قاعد في حالي وحداني، خايف واقول كلمه لا يجوا يقطعوا لساني. بصي وشوفي وفكري وانت اللي بكره تقرري، يا تيجي وتقفي معايا ثابته زي البنايه، لا طيار ينيمك ولا طيار يحطلك حد او نهايه، يا تمشي كالعاده وتسيبي خيالك ساكت جوايا. مش بيقولوا ان انت امي، نيلك بيجري في دمي وملامحك هي ملامحي. مش بيقولوا ان انا المصري وماسك علمك الاصلي، وباسمك بلحن وبغني وبكتب شعارات فيها بحكي وبدافع عن ثورات. انت نايمه مش شايفاها ومش عايزه تقفي وياها. انت خايفه عليا لموت او اتسحر زي البقيه. ما تخافيش، ده العمر واحد والرب واحد، ومش هياخد روحي الا اللي حطها فيا. هقولك كمان ولا انت عارفه من زمان ولا تعبتي من كتر الكلام؟ قالولي يعني ايه كلمه وطن؟ قلت لهم بعد تفكير يعني حرفين وتعريف طويل. واخده وجعي تاخده طلبي، نون دينار جوه قلبي عليكي يا بلدي، وانا شايفك بتضيع مني، وانا ماسك فيكي بايديا واسناني حتى لو كنت ماشيه علشاني، عشان ما اضيعش منك وتزعلي عليا من تاني. بس انا هقولك تاني عشانك وعشاني يا بلادي، يا اللي ليكي حبي وفؤادي، انا هفضل ادافع عنك واجيب لك حقك، وان شاء الله حتى اليوم ما ماتي. تليفونك بس عن المكالمه لان نسيت حاجه معينه. افتحها بقى. الجمله طبعا احنا نشكر اليوم هذه الاجابات الجميله، والمحاوله دي بتيجي محاولات سابقه يومنا لا